راح لها مصطفى فتحي يلعبها برجله الشمال. ادي عماد السيد زي ما قلت لحضراتكم، واحد من ابناء نادي الزمالك ومن ناشئين نادي الزمالك. اتلعبت على مرتين. ايمن حفني هيسدد يحطها في الزاويه البعيده، حلوه يا ولد، حلوه حلوه حلوه، جول ايمن حفني الحاوي بيجيب جول في الدقيقه 18. الراجل فتح لنفسه زاويه التسديد وحطها ببطن رجله في الزاويه البعيده. صعب جدا جدا على عماد السيد انه يجيبها، لكن حلوه 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 ببطن رجله في الزاويه البعيده. ولسه كنت بقول لحضراتكم اتلعبت هنا 2-1، والراجل طبعا قلق ان هو يلمسه جوه ال 18. يا سلام يا ولد، حاططها بالمقاس في الزاويه البعيده. بصوا هنا فتح مساحه لنفسه وحطها حطها بالمقاس على يمين عماد السيد عشان يبقى هدف التعادل لايمن حفني في الدقيقة 18. حلوة حلوة حلوة، أيمن حفني في الدقيقة 18 هدف التعادل. ولسه المباراة هيبقى فيها أجوال، والمباراة هتتفتح، ونتمنى إن احنا نشوف أجوال سواء هنا أو هنا. لا يهمنا مين بقى يكسب، مين اللي يكسب هنا أو هنا لا تفرقش معانا. عايزين نشوف مباراة كويسة سواء من طلائع الجيش من الزمالك. اسلام جمال وش رجله خرجت، لعبت حلوة. معروف يوسف استلم كويس جدا، معروف يدخل في نص الملعب لباسم، سندها كويس. ايمن حفني يحطها لستانلي، لباسم جوه ال 18 عايز يعدي في وسط الزحمه، لكن لسه تترد مره ثانيه وهدف ثاني. المتالق ايمن حفني، يا سلام يا ولد، ايمن حفني بالقدم اليسرى يحطها على يمين عماد السيد. ايمن حفني عريس الليله لغايه دلوقتي، هو الراجل جايب جونين مع نادي الزمالك، هدف اول وهدف ثاني. هدف ثاني اتحطها الراجل ما فكرش انه يستلمها، الراجل خدها من مره واحده. ايمن حفني ادي اتلعبت الكره وحطها من بدايه جوه ال 18. باسم كان حب ياخدها، لكن هنا خط الظهر بيسندها واتلعبت من لمسه واحده يحطها على يمين عماد السيد في الدقيقه 30. ايمن حفني هدف ثاني، هدف ثاني في الدقيقه 30. بقول لحضراتكم هو افضل لاعبي نادي الزمالك لغايه دلوقتي. ادي هنا خدمت، والراجل معتمد محسن وحطها ببطن رجله على يمين عماد السيد للمره الثانيه. بيخدع كده ايمن حفني يحطها على يمين عماد السيد. افضل لاعبي نادي الزمالك لغايه دلوقتي، ما فكرش الراجل يستلم ولا يرقص، هو فكر تفكير واحد وخد القرار وحطها ببطن رجله على يمين عماد السيد عشان يتقدم نادي الزمالك في الدقيقه 30. وقلت لحضراتكم هي جدا وكانها تسديده مش عرضيه. هي دي الجبهه النيجيريه. ياتي الثالث للزمالك من ليجوس راسا من ابوجا مباشره، عرضيه معروف وراسيه ستانلي تمنح الثالث للزمالك. ستانلي يسجل ثاني اهدافه الزملكاويه بقميص نادي الزمالك في الدوري السنه دي براسيه. المره دي ستانلي جت عرضيه شوقي السعيد قويه جدا، بقول لكم اشبه بتسديده. شوف الفرق بقى، شوف كره معروف الحنينه اللي رايحه بالمقاس على راس ستانلي واوتشي، يسجل الهدف الزملكاوي الثالث في شباك عماد السيد. 3 للزمالك في الدقيقه 55.